السلام عليكم ورحمة الله خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيناكم بفيديو جديد. دابا واحد القضية كطيح ليا في بالي. دابا الأخ نزار السبيتي على زعما واش ما فهمتش واش هو مسخوط ولا ما ديما كيقلب على المشاكل. حنا فعلا ما كنبغيوش ليه المشاكل، علاش كنتفرجوا كنضحكوا معاهم كنشطوا معاهم، ما كنبغيوش ليهم المشاكل. ولكن كيبان ليا بعض اللقطات بانه بحال هو كيقلب على المشاكل من خلال هادشي اللي وقع ليه مع هاد المتابعين والطريقه باش كيهضر معاهم والسبان المعيور اللي انتشر في الفيديو، اللي حتى شي واحد ما غادي يبغيه صراحه. ونزار فعلا راه الناس ما كيبغيوش يمشي يتعاقب ولا شي حاجه، راكم عارفين ما كيبغيوش ليه شي حاجه خايبه. انا نخليكم مع الفيديو اخوتي باش تعرفوا شنو طرا ونتلاقاو من بعد. ليان عايشه بخير. جابك ليلو، جابك يعني على فكره ديالك تزوجي بيه. كيفاش جاتك تزوجي بيه؟ شنو ناقصك؟ شنو علاش كتقلبي؟ تنقلب، ماشي قلبت على شي حاجه عجبني صافي، تزعطت صافي، ما فكرت حتى في حاجه اخرى اللي سيكوينسي، ما فكرتش فيهم صافي، حبيته تزعطت تزوجت بيه. انتي مالك؟ انت كتباني زعما مرا يعني شاربه عقلك، يعني فاهمه اش واقع في الدنيا، يعني بحال هادشي هذا ما كانش يدوز عليك، وهكا عتبقاي مع داك الانسان، عتبقاي طول لا بيدا هكا. الا ما فكيتيش راسك لواحد الطريق هكا عتبقاي. انا كنقول لك، وتبقاي تقول يا ربي غنرجع لاج ديالي وما نديرش هاد الاخطاء هادو، غتلقاي راسك مشى عليك كلشي. هاي جايز. هاي فيروز، هاي ملوكة. هاي جايز. نور إيبيزا، نور إيبيزا يا مولات الخريزة مولات الخبيزة. دابا هما جوج مزوجين ومضاربين واختي محنا وداخلة كتجاهدي. واش تاكليه علاش تزوجتي بيه؟ ودابا انا ديما هما مدابزين، انا عقدوني ديما مدابزين. واحد الانسان مدابز يشدها واحد الطريق صافي، مالو ما تحرق الراس. تدخلي تفرجي مع راسك وضحكي في مالك. السلام عليكم اختي. مالك حيد يديك عافاك بالله. دخلي فوق راسك. اختي لذيذه باش ما نطولوا الهضره بزاف. انت ما عارفاش اش بيني وبين مراتي، ما تبقايش ديري فيها نصحي راسك ونصحي خوك، الا كان نصيح وبعدين شويه انا مالك ما تبقايش تخلي بحال هادو التعاليق ديالهم. فيروز اختي انت عارفاني وانا عارف. عطيها باش مرة لا عارفه اش هضرات. شوف قالت واحد الهضره كبيره اخي مروان بلاتي، راه بحال هادو ما سبب مشاكلي انا ومراتي. انا نقول لك اللي كاين اشنا هي هذه اش داك تزوج داك الانسان شنا هي وبلاتي. انا ما طلبتش السيده هذه طلعت دير فيها قالت لها جدك تزوجي بداك الانسان. على هذا الانسان كيف جاك؟ كي جاك الانسان هذا كيف جا؟ مالو كي جاك؟ وكي جاك انت؟ يلا جاوبيني، كي جاك انت؟ عارفه شنو كتقول يا اختي الله يرحم الوالدين؟ وهاد المره ما طلعتي في شي لايف ضيفه. انا ما قلنا عليها اختي والو، انا ما قلت عليه والو. واحد الناس ما كيتفاهموش، ديما كيتعاطاو، تعطيش برد يساع، هي بيدها تعرفت قالت هي كبيره عليه ماشي قدو، يعني وين مشي اللي قدو ويمشي اللي قدا صافي. الا بغيتي تطلعي لشي لايف باغا تنصحي الا خصك ما بغيتش تدخل سوق راسي، انت مالك؟ انا بغيت ندخل سوق راسي، انا عجبني راسي هكا. وقت ما تقاطعينيش. تعميم لغه الجهلاء. انت طلعتي كتعمي فيا، حكمتي عليا وانت ما كتعرفينيش. انا ما قلت لك والو، كنعرفك عندك صوابع، عندك صوابع. الطريق ديما هذا مالو كيف جا. دابا انا شفتك كتعاطى معاك، مرا مسكينه عيات كتحس بها، عيات مرا عيات مسكينه، عيات كتجاهد معاك، فهمتي؟ سير اختي الله يرحم لك كاع الوالدين. انت ما عارفه والو. تكالماي صافي انا عندك كالما، انا عندك كالما. كي دايره حبي؟ لا باش كي دايره انت اخبار زوينين انا وياك. بالي ترانكيلو زوينين. انا نزار شفنا العيالات كانوا زوينين. وخلي السيد مؤدب. ويلي شوشو صافا خاي نزار، كنعتذر لك اخاي نزار. شوشو مالك فيروز ديري خدمتي. مالك ديري عقلك. لا ما كنديرش خدمتك. انا كنطلبك دابا ديري عقلك. انا دايره انت اللي خاصك ديري لي عقلي. ملي قلت لك دير الكاميرا، افتح الكاميرا، ما تبقاش تدخل لي الوسواس في راسي. تنطي ليا مالك ملي نكون انا وانت في اللايف هضري معايا كيف ما بغيتي. ما تفتحيش كاميرا حتى انا ملي نكون خارجه ما تبقاش تقولي لي افتح الكاميرا. سمعيني سالينا يا ودي، غير سمعيني وغنسكت. ملي نكون انا وانت في اللايف شمشيني هضري معايا كيف ما بغيتي. ملي يكون بنادم راه غتزعمي اللي يسوى واللي ما يسواش.
ديري عقلك ياك راك اني تباني لي ما ضرب لي تعلمتي اللي والو. ما يسواش واخا ماشي علينا على هاد ايبيزا كبيرة الخريزة. عطيه على الدار راني ضار ما تسكتش ليها نوض قاعد تسكتش ليها، اعطيها على جدارك ما تسكتش ليها. هو اللي فين نزار اللي كنعرف فيروز راه يسحب لهم الصح. سيد مأدب ترانكيل وخصو يتصالحها مع مالك، خليوها عليكم. وانتي شغلك انا اختي مصالح شغلك. مع مراتي اختي واختي، انا مصالح مع مراتي. يبعد منه ما يلا كان دخلتي الراس سوق راسك، كرشمة. هذيك هي الدنيا وما فيها. انا كنطلبك لما تدخلي سوق راسك. انا داخله طلبت. كاع كنتصل دابا انا ساكته ها شوف والله صح صافي. ايه هاو سياك انا اختي اش من اختي. لا فيروز اختي مزيانين تيكون هاد موضوع فيروز النقاش. حريوره أنا ما هاد باغي نطلع فيروز في اللعب. سويدينه هاد فيروز كتبان عليها عرفتي، حتى السويدينات. ويلي عطاتك فيروز اختي سميناش غنقول لك وديك الساعه عندك الحق تهضري. فيروز سويدينه اختي وفيروز دابا هاد السيده هادي طلعت في الاول ما عرفاش ليستوار، هي ما عرفاش مالك راه شكات، واش شكات فيا واش هي هادشي ما عرفاش. طالعه قالت لها جدك تختاري داك الانسان، وملي طلعت انا قالت لي لا انا بغيت نتصالح. لهذا انت ناقضه اختي في هضرتك. شوف نزار سمعت ابو فين اختي شوفي نقبله مالك قالت لك يخونك عندك ما صافي دير. خلي هذا. ولكن اجي نقول لك علاش قلت لك فتح الكام وما بغيتيش تفتحي الكام مولفه كنقول لك حل كام حل مرتك الكام. واخا انا غنجاوبك على سؤالك. الا كان هذا الشيء اللي ضرك، الا كان هذا هو الجواب لا يخليك ترجع لعقلك، نتمنى انت ترجع لعقلك. انت عارفه الكراج كيف داير، في الاثاث ديال الدار كيبان مربج. واش انا غندير لايف في الكراج؟ فهميني، واش انا غندير لايف في الكراج ديال دارنا هذاك، دارنا عندنا جوج دور الحمد لله. ريش شحال عييت منكم من هاد ما نقدرش المشاكل انا ندير لايف انا في الكراج. عيطوني يعني هادشي خلي تشوفي خلي تكون شي وحده ما عارفانيش مزيان نقدر نهضر على هذا السؤال هذا. انت عارفاني وعايشه معايا وعارفاني شنو كنبغي وشنو ما كنبغيش. نزار سبيتي راه سؤال حرك بحد ذاته غلط مالك. نزار كتسمعني قالت لي والله وقبيله كنت بنادم انا عارف هادشي. فيروز انا عارف هادشي ما كيعجبش المراه. هادشي دابا ملي طلع شي واحد او شي وحده تبقى تعاير فيا، شوف وجهها كيف كيكون راه ما كتكونش مركزه حتى كيطيح الليل عاد كتقول وهي راسي وهي راسي. علاش كندوزها ليها في كل خطره انا كل خطره كندوزها ليها وتسب لي هاد ايبيزا ولا مالك لي ايبيزا مالك حرقاتك هاد ايبيسا مالك مثلا تحرقت يا فيروز ولا فوزيه شوشو مالك محروقه دخلك كنعرفوها كنعرفوها صديقنا فيروز صديقنا نقدروا ندوزوها، ولكن طالع البراني بقى يعطي الراي ديالو راه كتسمى تبغيضيقه ديالو. غادي فرقي ما عليك وما لا عليك. شو ديري خدمتك نزار فوزيه ناقصه ترابي خصها تربك. ونزار واش واخد جوج لا ديال قبيله اشنو انا غنعاود لك شوشو اختي انا ولا غادي نعاود اسمع لي تا واش واخد جوج قبيله ديالات شنو طرا ليا شوشو والله تنهضر حيت هاد النهار هادي قالت لك انا عرفت منكم من مشاكلكم ما فهمتش. انا غنهضر انا وياك وشوف فينا اختي واش هضرتي صحيحه. قبيله طلعت مع المراه في اللايف المراه شكات فيا في الكراج فيه خويا واحد من العائله واحد من واحد لافامي شي فكوا في الواتساب علاش كتفكوا هنا فكوا في الواتساب. بانت هي المراه كتهضر طلعت معاها في اللايف يعني نضحك انا وياها واحد شويه اش كيبان ليا نزلاتني وقالت لي الدريات الدريات دير فمك فما حتى طلعت ناس اخرين عاوتاني كيقولوا لها علاش اختاريتي على اساس انا ويلي كينصحوك على اساس هما راه بخير وعلى خير مع رجالهم، وزعما انت كيخونك راجلك راه كتكلاشي راسك براسك. ما تبقايش تخلي شي وحده تنصحك، ما تبقايش شي وحده تقول لك انت اختاريتي داك الانسان. ايوا كون جاوبتي عليها زعما انت ما كتعرفيش تختاري كون جاوبتي عليها ما كانش عاد تعيط ما كتعرفش تختاري يا المكلخه. من هاد الهضره هادي تفهميها. ما تقولش لمراتك المكلخه حشومه تقول لها المكلخه والله الا عيب عليك والله. ويلي ايبيزا ولا هذاك الترقي بطريق العواد ما نديرو في وجهها كتقول لها هادشي هذا فيها زعما طرفها النفس حشومه تقول لي مكلخه تراك حنا نطرش امك من الاخر الله يلعن بو اصلا والله الا كطيح براسك والله الا زوين ما بغيتيش ورايحين نطرش ما عجبنيش والله ما عجبني ما قال لك زعما تطولها شرشمتيها حشوم عليك تقول لها مكلخه مراتي عارفاني مزيان انايا الهضره اللي قلت لها غتفهمها غير هي الهضره اللي قلت دابا ما غتفهمش بالروحه بحال مراتي فاهمه هضرتي انا قبل ما تديري فيها قاف طولاطيه نضرب لك الطولاطيه ديالك في الزيرو وتكملي
لا حول ولا قوه والله الا الا بالله. كتبكي مالك، والله الا حشومه عليك انيزار، والله عيب عيب والله الا مالك عيب. واش كتبكي بصح؟ طلع عليا عارفك مالك. كنعرفك انا حشومه عليك ولا ماشي حشومه عليك. عيب سير الله يعاوننا ويعاونك. ويلي انا لا ما غتشريش معايا المعرفه بهذه الطريقه هذه. مالك القلب قوي والله والله ما لا غتشري بخير. معايا المعرفه. مالك الا كتبكي ليا بنادم، والله الا ما تبكي. سهل السبع قردمتيها الفيزا. اذا كما شفتوا معنا خوتي النزار سبيتي راجل الملك الطلياني، ما بحال قلتو عنده واحد المعامله في شي شكل، ما كيعرفش يتعامل مع ديك النوعيه ديال المتابعين اللي كيحاولوا يستفزوا دغيا كيتستفز ليهم. لا بالعكس، خاصك انت تكون ذكي، ما تستفزش ليهم دغيا. انت عرفناك ربما كتحاول دير داكشي كونسيبت او شي حاجه، كتحاول دير ديك الطريقه محتوى باش الناس دائما يبقى عندك داك التفاعل، ولكن راه ما كتلاحظش بان الناس راه كيهربوا منك، راه كيتفرجوا منك في اللايفات وسميتو. ولكن الا لاحظتي راه القناه عندك والقناه عند مالكه راه ما بقاش كيتفرج فيها الناس بزاف، راه خصك انت تحاول تجذب الناس عندك. انت في هذه الفتره هذه اللي السوشيال ميديا ولات قوه، السوشيال ميديا دابا ولات قوه وسلطه كبيره، خصك تحاول انت تجذب الناس عندك. الفكره ديالك هو انه انت خصك تجذب الناس عندك، تحاول دير محتوى زوين، دير محتوى نقي، محتوى ديال الضحك التقشاب. انت عندك هذيك الطريقه ديال انك تجذب الناس وعندك دوك الافكار، ولكن ما تبقاش منغمس فقط في واحد المحتوى ديال انك مخاصم ديما مهز مع بنادم ديما. فهمتوني اخوتي؟ هذا هو المحتوى اللي يقدر يزيد به لقدام، هو انك تحاول تجذب الناس عندك، تعامل زوين، تبعد من السلبيه. انت الضحك والتكوميك والنشاط راه كاين، ولكن خصك تحاول تستخدمه في طريقه ايجابيه. ما تبقاش تخدمه في الطرق السلبيه اللي تجعل الناس يبعدوا منك. حاول انت تجذب الناس عندك وتجذب حب الناس ليك، وراه كاينين الناس اللي كيعجبهم داك المحتوى، ولكن راه ماشي كلشي. والسلام عليكم.